حياكم الله يا استاذ احمد. حياك الله. احنا سعيدين بك جدا، يمكن لاول مره تشوفنا بس انا شايفك. الله يحفظك، متشرف متشرف. الله يرضى عليك. الله يحفظك يا حبيبي. اليوم اريد نحكي على هذا المهرجان. مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ هو طالما نشاهده في بغداد أكثر شيء وببعض المحافظات. في هذا العام الحدث تم في 7 محافظات من ضمنها محافظة ميسان، والفعاليات على حدائق السندباد، وكما تشاهد أنه يوجد معرض فوتوغرافي، يوجد مسرح، وأيضا يوجد فعاليات ميلودراما للمسرح، وأيضا مسرح الطفل، وأيضا أشغال يدوية للأطفال، ويوجد أيضا جاليري للوحات، وزاويتي المحببة حول الأهوار. ويعني أتينا ببعض المحنطات لأغراض أغراض الشرح عليها والمشاهدة. يعني بعض الناس ما شايفة هاي الحيوانات مثل كلب الماء ومثل غيره من. استاذ احمد، شنو الفكره يعني شنو الغايه من هذا المهرجان بصوره عامه؟ يعني بصورة عامة هو من الاسم معروف، يعني أنا عراقي أنا أقرأ، هو لإشاعة ثقافة القراءة ويعني للحد من مزاحمة الثقافة الإلكترونية فقط. الرجوع إلى الكتاب، الرجوع إلى الثقافة الحقيقية، في تقضي وقت فراغك مع أنيسك الكتاب، هذا شيء جيد جدا. بالتالي يعني إشاعة للثقافة بشكل عام، يعني سواء كانت وطور الموضوع من القراءة فقط إلى فعاليات ثقافية أخرى، على اعتبار أنه الجانب الثقافي فيه الكثير من الفعاليات، فلا بأس من إقامة مسرح للطفل، مشغل للطفل، معرض فوتوغرافي وما إلى ذلك. الله يحفظكم. شكرا، سعيدين بك جدا. متشرف. الله يحفظك. متشرف حبيبي. الله يحفظك. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الهنا.